كنت اتعلمتها. لفيت فيهم الدنيا، قابلت فيهم اعظم النجوم انا قابلتهم في حياتي. يعني انا في الاذاعات الموجهه قابلت عمر الشريف مثلا، سجلت وياه. نيلسون مانديلا، اول تسجيل في مصر بعد ما خرج من السجن كان معايا. سام نجومه، الزعيم التاريخي لناميبيا، ياسر عرفات، الاستاذ نجيب محفوظ، كتير جدا. لكن اسمحوا لي قبل ما اتكلم عن فتره الاذاعات الموجهه، انا عاوز اقول ان انا واحد من الناس اللي ربنا انعم عليه بنعمه مهمه جدا، ونعم ربنا عليا لا تعد ولا تحصى، نعمه ان عندي اساتذه. ربنا اكرمني ان كان عندي اساتذه، واساتذه مش طبيعيين. ما كنتش احلم ان انا اشوف واحد منهم. في الاذاعه كان الاستاذ عز الدين متولي رحمه الله عليه، وانا كنت بقول للشباب واحنا قاعدين بره، انا وصلت لمرحله من السن ان كل ما اتكلم اقول الله يرحمه. فالاستاذ عز الدين متولي اول رئيس اذاعات موجهه اشتغلت معاه، واداني جواب شكر اتحط في ملفي بعد اقل من شهر من عملي في الاذاعه. في الاذاعه الاستاذ وجدي الحكيم، الاستاذ هلا الحديدي، يعني ما اقدرش انسى فضلهم عليا وازاي علموني. وطبعا استاذه هلا الحديدي ربنا يديها الصحه والعافيه، انا ما زلت متواصل معاها حتى الان، ودي يعني حاجه ما تتقدرش عندي بتاعها. من خارج مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون كان في الاستاذ صلاح جلال نقيب الصحفيين، المحرر العلمي للاهرام، الراجل اللي ابتكر في الصحافه حاجه اسمها الصحافه العلميه، كان هو الاستاذ صلاح جلال. وشرفت ان انا في اخر 6 سنين لما اتعرفت عليه كنت ملازم له بصوره يعني قريبه جدا، وتعلمت منه حاجات مش في صوره درس، يعني هو مش قاعد بيديني درس، لكن انا براقب واتعلم من الاستاذ صلاح جلال. طبعا سعاده السفير فؤاد البديوي رحمه الله عليه، وواحد من اساطير الدبلوماسيين في مصر، وكان في الجمعيه الافريقيه امين عام الجمعيه، وانا عشان بتكلم سواحيلي فانا متواجد معاه في الجمعيه باستمرار. فالحمد لله ان ربنا انعم عليا بالاساتذه اللي اتعلمت منهم. ودايما لما بقى في موقف زي اللي انا فيه دلوقتي ده ببقى اقول يا رب كان نفسي الناس دي تشوفني وانا كده دلوقتي عشان يعرفوا صنع ايديهم عملت ايه. يعني الحمد لله. فكره يعني اعجازيه جدا ان عندك استاذ او عندك استاذ وبتحبه وبتتعلم منه. في الاذاعات الموجهه اتعلمت حاجه مهمه جدا، ان احنا كنا في الاذاعات الموجهه بنعمل كل حاجه. طبعا احنا كنا، انا بتكلم على المرحله اللي فيها الشرايط البقر دي، فاحنا اللي بنجيب شرايطنا واحنا بنعمل حجوزاتنا وبنعمل تنسيق وبنعمل كل حاجه. فاحنا في الاذاعات الموجهه اتعلمنا كتير جدا. في الاذاعات الموجهه سافرت اكتر من 27 بلد في العالم لفتها، في بلاد رحتها 7-8 مرات يعني. بعد كده في 2005 اتنقلت رحت اذاعه الاخبار، ودي كانت موجوده قبل راديو مصر، كانت على FM 90 تقريبا، يمكن كانت 90. اشتغلت فيها مدير البرامج في اذاعه الاخبار. 2007 مدير عام المندوبين والمراسلين، دي المراحل يعني. مدير عام المندوبين والمراسلين في قطاع الاخبار مسؤول عن الاذاعه من 2007 ل 2012. يعني في الفتره دي انا قامت احداث ثوره يناير وانا كنت موجود في ماسبيرو. انا بيت يوم 25 في المبنى، وبيت 28 في المبنى، ومن 30 لحد 11 انا جوه المبنى ما خرجتش منه خالص بقى. اقمت جوه المبنى واشتغلت من جوه يعني. وما بعد 11 فبراير الموضوع ما انتهاش بالتنحي. احنا بعد 11 فبراير شفنا العجب العجاب حوالين ماسبيرو. ماسبيرو يا جماعه مبنى سحري. يقولوا بقى ماسبيرو وحش، يقولوا ماسبيرو حلو، يقولوا ماسبيرو ما هو ماسبيرو. اللي ما دخلش ماسبيرو، ماسبيرو وتعالى في ماسبيرو بينقصوا كتير جدا. في حتت طبعا كويسه وكل حاجه، بس يظل مبنى ماسبيرو هو المدرسه الاكبر يعني. 2012 لقيت ست اللواء احمد انيس وزير الاعلام باعت لي وبيقول لي انت عامل لي مشكله. ليه يا فندم؟ انا عملت ايه؟ قال لي راديو مصر عايزينك مدير عام والمندوبين مش عايزين يسيبوك. فقلت له يا فندم انا بفهمه ان الناس ما بتحبش مديرينها،
لكن ما دام وصلت للمستوى ده لو مسكتني حمامات ماسبيرو هخليها افضل حمامات في الدنيا. انا اعمل في ماسبيرو اي حاجه ان شاء الله امسح البلاط يعني. فقال لي لا انزل راديو مصر، انا عايزك في راديو مصر. واشتغلت في راديو مصر من 28 مايو 2012 لحد 17/3/2015. راديو مصر كانت تجربه مهمه جدا بالنسبه لي، انك تبقى قاعد مسؤول عن اذاعه كل كلمه فيها بيجيك عليها تليفون. اذا الوزير ده اتذاع له خبر فتلاقي المكتب بتاع الوزير الثاني يقول لك هو احنا برضه مالناش حظ عندك في راديو مصر. انت مطالب. وبعدين مش عايز تعمل توازنات، انا مش عايز يعني انا كنت بقول له استاذ وتيجي ودلنا كلنا وانا اولكم اللي عاوز يحافظ على نفسه يشتغل بمهنيه. زي الكتاب ما بيقول لا تجامل ولا تروح لده ولا تروح لده. الخبر احنا في اذاعه اخباريه يبقى الخبر سيد الموقف. الخبر هو اللي يفرض نفسه علينا. وضربت مثل بيوم وفاه الكابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه. ومحمود الجوهري احب اقول لكم عشان طبعا ناس كتيره ما حضرتش محمود الجوهري، هو المدرب الوحيد اللي الناس هتفت باسمه. الناس كانت دايما تهتف للفريق القومي كله كفريق او لعيب او نجم، لكن محمود الجوهري كانت الناس بتهتف لمحمود الجوهري. فبوفاه محمود الجوهري ده كان خبر، وكان فاضل 7 دقائق على النشره. فطلعت الاستوديو لقيت محمود الفقي زميلي موجود في راديو مصر، هو بيهتم بالرياضه. فاتصلنا بابراهيم وحسام حسن كانوا في الاردن مع الكابتن الجوهري الله يرحمه، وغيرت اول خبر. طبعا كان في خبر كان الرئيس في ذلك الوقت بيعمل نشاط او حاجه مش فاكر هي ايه، بس فعلا خبر وفاه محمود الجوهري هو الخبر الاهم. فبدانا النشره. فقدت الكره المصريه نجم من نجوم الرياضه هو الكابتن محمود الجوهري، ومعنا من الاردن الكابتن ابراهيم حسن، والخبر ده قعد 7 دقائق. نفعت طبعا انا بعد كده بقى في حاجات ثانيه ان انا ازاي يعني اخرت خبر الرئيس وجبت خبر محمود الجوهري، لكن انا كنت شايف ان انا بشتغل بمهنيه. اللي هيمشي حسب قواعد العمل وحسب قواعد المهنه مش هيغلب. ولو اتعاقبت لان عملت مهنيه ما تزعلش، دي اهواء شخصيه عند الاخر. بعد راديو مصر في يوم 17 مارس 2015 قالوا لي انت بقيت رئيس الاداره المركزيه للاخبار والشؤون السياسيه في الاذاعه، يعني مسؤول عن كل ماده سياسيه هتطلع عبر اثير الاذاعه المصريه. كرسي قعد عليه الاساتذه ابراهيم وهبه وبهير الدين شهيب واحمد الرزاز. ممكن انتم ما تسمعوش الاسامي دي، لكن جوه ماسبيرو دي اسامي كبيره جدا ما كانش الواحد يحلم حتى يسلم عليها. انا الحمد لله شفتهم واتعاملت بيها. فلسه هبتدي اشتغل، جالي تليفون في شركه اسمها راديو النيل بتتعمل وانت رئيس مجلس الاداره، ما تتكلمش دلوقتي وركز في شغلك. انا اشتغلت الشهر ده انا رئيس اداره مركزيه للاخبار والشؤون السياسيه، ماليش دعوه باللي بعد كده. انا في مكاني هنا لازم اشتغل. وبعدين في 4/5 طلع القرار بان رئيس مجلس اداره شركه راديو النيل. انا ما كنتش بسمع من الاذاعات دي قبل ما اروح راديو النيل يعني غير اذاعه نغم. وده لسبب وجيه جدا ان انا بحب عبد الحليم وعايش على ضفاف عبد الحليم، فبسمع عبد الحليم في نغم وخلاص، لكن لا اعرف بقى ميجا ولا هيتس ولا ما بسمعهمش. واستلمت شغلي في راديو النيل، وكان معانا اذاعه شعبي لسه جديده وانضمت لنا في راديو النيل. ودلوقتي بشتغل على 4 اذاعات بسمعهم كلهم بنسب متفاوته يعني عشان ابقى عارف المحطات فيها ايه. دايما برضو بقول ان انا من نعم ربنا عليا التي لا تعد ولا تحصى ان انا اشتغلت في اماكن كويسه. يعني لما اقول انا كنت مدير عام راديو مصر، انا ما عملتش راديو مصر. هتقروا في الجرايد كده على ناس هلاميين بيقولوا ان هم اللي عملوا راديو مصر وهم اللي ده كلام كذب. اللي عمل راديو مصر الاستاذ عبد اللطيف المناوي، دي كانت فكرته. اللي نفذ وعمل الفكره الاستاذ طارق ابو السعود اللي هو رئيس اذاعه 90/90. انا رحت على اذاعه ناجحه، ان احافظ على النجاح ده صعب جدا، لكن الحمد لله رب العالمين الحمد لله حافظت عليه. وبعدين انك تشتغل في وسط مذيعين كلهم
اعادوا للمستمع تاني اسم مذيع الراديو. احنا ما كنا نسينا خلاص مين مذيعين الراديو، ما كناش نعرف غير مدام امال فهمي وابله فضيله، وده بالميراث كده يعني بنسمعهم، لكن الاذاعه مليانه مذيعين ما حدش كان يعرفه. انا هنا لا اقلل من الاذاعه يعني، لان انا ابن الاذاعه المصريه يعني. لكن انا قصدي اقول ان هم في راديو مصر نظرا الظروف ساعدتهم والاحداث اعادوا مره ثانيه للمستمع. كنت 5 دقايق في ايه؟ انا خلصت. اعادوا للمستمع مره ثانيه يبقى في مذيع النجم. فانا انك تشتغل مع نجوم ده بيبقى شيء صعب جدا. برضه لما رحت راديو النيل رحت على اذاعات كلها نجوم. انا بشوف الطلبه لما بيجوا عندي راديو النيل وعايزين يقابلوا باسم كميل او تامر عادل او نيره شريف او خلود او احمد سمير مدير نغم اللي الكل بيشيد بيه والكل بيقول نغم كويسه عليه. شوفوا مين الراجل اللي عمل الاذاعه دي وعاملها ازاي. يا جماعه التعامل مع النجوم صعب لانه مش مفروض تخضع لنجوميه اللي قدامك، وصعب لانك مش مفروض تقتل نجوميه اللي قدامك. فهي مساله فيها نوع من السنس كده، انك ازاي تتعامل معاه، هو ياخد قدره ويدي للشغل بتاعي قدره. يعني مش معنى ان هو نجم انه يفرض عليا شروطه او مواصفاته، لا. انت بتشتغل في راديو النيل طبقا للمواصفات راديو النيل واللي هيقدمه راديو النيل. ده اللي بنعمله. انا مهتم جدا في ناحيه ثانيه، في حاجه ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اكون مهتم بيها، بتدريب طلبه الاعلام واشراف على مشاريع تخرج في اعلام القاهره مثلا. الامنيه اللي الاستاذ سيد قالها وانا ما كتبتهاش لكن انا بقولها دلوقتي، ان انا اتمنى اللي انا عايز احققه من الشغل بتاعي اذا كان عندي زمن يسمح لي، اعمل نجوم جديده في الاعلام منكم. مش ممكن الدنيا هتقف على ان احنا بنسمع في الجرايد ان كل يوم والتاني هم نفس المذيعين بيلفوا كراسي موسيقيه. يعني في ايه؟ ما واحد عمل حاجه ما تمشيه، وانا قلت مره ده قلت على حد همشي خلاص خلصنا. انا عندي طلبه بيجوا من الشركه زي الفل. لو في حد اعلام القاهره هنا، انا رحت امتحنته كان معايا احمد، بس احمد كان في لجنه ثانيه.